لو انت عروسة وبتجهز او مامي بتحب معجنات وولادها بيحب يطلبوا بقى بيتزات وفطاير وحاجات كتير كده منها، ولو واحدة برضو ايديكي على قد حالها كده وما بتعرفيش تعجني على ايديكي، فالفيديو ده ليكي. النهاردة ان شاء الله هعرفك افضل عجان استخدمته على مدار 4 سنين، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز معايا في كل حاجة. معجنات، كيكات، اي حاجة انت عايزاها تعمليها جواه. بس يلا نسمي الله ونبدأ، وهقولك على عيوبه ومميزاته وكل حاجة فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. ان شاء الله النهاردة ريفيو بتاعنا على عجان جانو، اللي طبعا مسمع في كل حتة ومفيش حد بيختلف عليه خالص. بس الفيديو ان شاء الله النهاردة مختلف، وهقولك انا عملت معاه ايه وايه اللي حصل معايا، والعيب اللي فيه ناس طلعته ان هو موجود فيه. هقولك كل تفصيلة بأمانة ربنا. وطبعا انتوا عارفين ان ده مش ريفيو لأي مكان ولا لأي شركة، ده استعمال شخصي. والله ما ريفيو لأي حد خالص خالص، دي نصيحة لوجه الله لأي حد ناوي يشتري عجان وبيدور على عجان فئة متوسطة ويعيش معاه عمر طويل، وهعرفك ازاي تحافظي عليه. ده طبعا جانو هايبر بلس اللي كلنا عارفينه، وبنشوف الريفيوهات بتاعته وبنشوف الناس بتستخدمه وبتنزله ازاي. وما شاء الله ناس كتير جدا 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 بيبيعوه اونلاين عشان هو جاي من السعودية. هو طبعا تبع شركة السيف السعودية، ضمانه دولي زي ما احنا عارفين. وبيجي معاه 3 اتاتشمنت وكفر للحلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا شارياه من سنة 21 لغاية دلوقتي و... واشتغلت عليه معجنات كتير كتير جدا. انا زي ما قلت قبل كده كنت فاتحة مشروع معجنات من البيت، وعملت فيه شغل ما شاء الله تبارك الله لا يعد. فالحمد لله انا الريفيو بتاعي عن تجربة قاسية، يعني كنت مشغلاه ليل نهار وما شاء الله كان زي الفل معايا. تعالوا نشوف الاول بنركب الاتاتشمنت او القطعة اللي بتيجي معاه بنركبها ازاي. اول حاجة هو بيكون فيه مسمار كده على الجنب، لازم المسمار دوت يدخل في الفتحة دي علشان تركبيه صح. دخلتي المسمار في الفتحة تلفي على اليمين وتتأكدي ان هي ركبت كويس الاول قبل ما تشغلي اي حاجة. تعالوا بقى نشوف صوته عامل ازاي والسرعات بتاعته. في 6 سرعات مع البيض، شايفة صوته ده كده. انا بعلي السرعات معايا. ما شاء الله جميل جدا، صوته مش مزعج قوي. تمام. انا بشغل في البيض السرعة عالية على الاخر، مفيش اي مشكلة. في الكريمة نفس الكلام، هو فيه 5 سرعات وسرعة تربو. انا تقريبا ما بشغلش ال5 سرعات الا في الكريمة والبيض بس او السبونج بس. دي بقى القطعة بتاعت العجين بنركبها زي ما ركبنا الحاجات التانية. ونسيت اقول لكم طبعا في الاول ان هو فيشة ثلاثية، بجيب له مشترك ثلاثي، بس اهم حاجة يكون مشترك قوي ويستحمل الامبير بتاعه عالي شوية علشان ما يسحش منك في الكهرباء. بس انا ما شاء الله الحمد لله، يعني المشترك اللي انا جبته من اول ما بدأت بيه هو نفس المشترك. وكمان ما كنتش جايباه، انا كان معايا تليفون جاي من السعودية مثلا في 2010 و2009، وهو نفس المشترك اللي انا كنت جايباه للتليفون هو اللي استخدمته. يعني ما شاء الله، يعني معمر المشترك. بس اهم حاجة تختاري مشترك كويس، ولو عايزين اكتب لكم نوع في الكومنتات هكتبه لكم ان شاء الله. دي القطعة بتاعت العجينة اهي، دي اكتر قطعة بستخدمها. العجن بقى ما بزودش السرعة عن 3 علشان ما حملش جامد على الموتور والعزم بتاعه يتكسر. فتاخدي بالك جدا من الموضوع ده. في 3 فتحات، في فتحة ورا للتهوية، وهنا البيانات بتاعته هايبر بلس ميكسر جانو من شركة السيف اللي معروفة طبعا. وهتلاقي الباركود. هو كل الأجهزة اللي نازلة مصر دلوقتي ميد ان تشاينا، مفيش جهاز متصنع في يعني ايه في بلده. هو تبع شركة السيف السعودية بس برضو صيني.
كل الأجهزة على وجه المجرة كلها هتلاقيها صيني. 1200 واط. ملاحظة بقى حلوة هنا، ان ما تجيبيش عجان اقل من 1200 واط ابدا ابدا. يعني انا كنت جايبة دوت ما كانش فيه الواطات العالية بتاع اليومين دول، علشان تقدري تعملي فيه كل حاجة وما يفيص منك كده في النص. وما شاء الله اعرفك ازاي تحافظي عليه دلوقتي. هنا بقى دي القطعة دي اختيارية، انا بصراحة والله ما استخدمتها لغاية دلوقتي خالص، 4 سنين ما جيتش ناحيتها نهائي. القطعة دي فيها سيليكون كده بيركب في الاخرام اللي موجودة في العجان، وبنركب بعد كده الاتاتشمنت اللي احنا عايزين. اهم حاجة طبعا نركبها كويس زي ما انتوا شايفين كده. المسمار لازم يدخل في الفتحة ونلفها يمين، وبعد كده هنشغل طبعا الفتحة ديت علشان ننزل منها سوائل وما ندلدقش ونبهدل الدنيا. ننزل سكر حبة حبة، دقيق حبة حبة. في الكيكات مثلا بننزل اللبن شوية بشوية، في كيكات تانية بننزل زيت برضو شوية بشوية. فهي معمولة كده علشان ما نبهدلش الدنيا. بس طبعا اللي بيشتغل وهو مستعجل او عنده مشروع او اي حاجة ما بيبصلهاش نهائي ويشتغل عادي من غير ما تكون موجودة. يعني انا بالنسبة لي مش ذات اهمية قوي. في ناس تانية لا تحب ان هي ما تنزلش اي حاجة حواليها وتبقى الدنيا تمام عندها فتستخدمها عادي. لكن انا زي ما انت شايفة كده والله بكيسها انا فتحتها من كيسها علشان بس اوريها لكم. طبعا انا محتفظة بالكرتونة عندي لسبب ان انا قاعدة في شقة ايجار، فلما بنقل من شقة لشقة بحطها في الكرتونة مع الفوم بتاعها. العجان طبعا كله مع الفوم اللي موجود في الكرتونة وعشان ما يحصلوش اي حاجة مش هيتعوض بصراحة. الحلة ما شاء الله بتاخد 7 لتر. في اكبر من كده في السوق دلوقتي، لكن ما شاء الله ما شاء الله دي تحفة بالنسبة لي. انا كويسة وكنت شغالة فيها مشروع، فبالنسبة لي جميلة جدا. كمية الدقيق بقى اللي بتاخدها، يعني انا ما زودش فيها عن 1.5 كيلو. لو مثلا منين ولا حاجة وعجينة خفيفة او بسكوت معرفش ايه، مفيش مشكلة احط 2 كيلو عادي، 1.5 كيلو دقيق او 2 كيلو دقيق. لكن عجينة فطير ما تزوديش عن كيلو، دي نصيحة. ليه؟ الفطير فيه عرق فهيشد جامد مع الموتور، آه هيبقى يعني قوي على الموتور، فليه احنا نبوظ حاجتنا بايدينا. نيجي بقى للعيب اللي انا شفت ناس كتير بتتكلم عنه، وانا بصراحة ما لقيتهوش عيب خالص، لان ما شفتش فيه عيوب. الاتاتشمنت دي اللي هي بتاعت السكر والبيض، بيقولوا ان هي ما بتوصلش للقاع تحت. بس انا بصراحة عملت فيها بسكوت العيد وعملت فيها حاجات كتير ووصلت وبتلم السكر والزيت ده من تحت عادي. فانا هوريكم دلوقتي ادي معلقتين دقيق وهنشغلها ونشوف هي بتلم من تحت ولا ما بتلمش. الدقيق على جنب اهو، وهشغل قدامكم والله ما قطعت في الفيديو خالص، اهو بيوزع الدقيق. فمعنى كده ان القطعة جاية مظبوطة. ممكن يكونوا هم حصل معاهم مشكلة، القطعة باظت منهم، حصل فيها اي مشكلة، او هي كانت جاية بالعيب دوت، فالله اعلم طبعا. بس هو بصراحة شغال زي الفل زي ما انتوا شايفينه، وارشحه لكم 1,000,000%. ممتاز وبيسهل علينا وبيبسط علينا الامور. مثلا انا عايزه اقوم اعمل دلوقتي فطيرتين ناكلهم نتغدى بيهم، فهكسل ان انا اعجن. عايزه اقوم اعمل شويه باتيه حلوين كده او اي حاجه معجنات للبيت، برضو هكسل ان انا اقوم اعجن او مثلا ايديا تعبانه. ربنا يشفي الجميع يا رب. فايه ده بيختصر علينا. يلا بقى نشوف احنا عملنا فيه ايه، وكل الفيديوهات دي ان شاء الله هتلاقيها على القناه. انا هسيب الصور تتكلم عن نفسها، وهقول لكم ازاي تحافظوا على العجان بحيث ان هو يقعد معاكم ما شاء الله العمر طويل جدا باذن الله، وممكن كمان يتوارث. هتحافظي عليه ازاي؟ اول ما بتخلصي انتي بتشغلي مثلا بتعجني عجينة تقيلة، خلي السرعة 1 2، ما تزوديش السرعة علشان ما يبقاش جامد على العجان. هتعملي حاجة خفيفة زي البسكوت مثلا، الزبدة والبيض بتضربيهم عادي على سرعة عالية، والسكر على سرعة عالية، مفيش اي مشكلة.
المعجنات اللي هي زي البيتزا والدوناتس والسينابون هتعمليها مثلا على سرعة اخر حاجة 3، ما تزوديش عن 3. ده كله هيحافظ لك على عمر العجان، ان هو ما يفيص معاكي في النص كده ويفضل ما شاء الله العمر طويل. نيجي بقى للنظافة. بتجيبي الاتاتشمنت اللي انتي استخدمتيها وبتنضفيها بسبونج ناعمة، علشان هو الطبقة المدهون بيها مع الوقت والاستخدام ممكن تتشال، فتحافظي عليها. ما شاء الله انا شغالة بيها 4 سنين اهو، الحمد لله الحمد لله زي ما هي. الحفاظ على الحاجة احسن من انك تجيبي كل شوية حاجة، والحاجة دلوقتي اسعارها ما شاء الله زي ما انتوا عارفين. نيجي للحلة بقى، انت بتغسليها عادي بسبونج معاكي برضو، اول ما بتخلصي على طول ما تسيبيش الحاجة تلزق فيها، بس كده. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك والسبسكرايب للقناة وكومنت جميل منك، اكيد بيفرحني وبيشجعني اني استمر. ودي كانت عجينة الحواوشي اللي هسيبها لك في اخر الفيديو دوت ان شاء الله. وما تنسيش تشوفي باقي الفيديوهات المعجنات اللي احنا عملناها جواها، غير انك هتعملي فيه اجمل كيكة في الشتاء الجميل دوت، وهتعملي بسكوت العيد وكحك العيد وكل حاجة انت عايزاها تعمليه جواه. ما شاء الله انا هرشحهولك 1,000,000%. تجيبيه حد يكون ثقة، بيجيب حاجات من السعودية سمعته تكون كويسة. انا طبعا علشان انتوا عارفين ان انا مش بعمل اعلان، فانا مش هقدر اقول انا جايباه منين، بس اهم حاجة تتحري السمعة الكويسة والثقة في المكان اللي انت هتجيبي منه. وما شاء الله في ناس كتير ثقة جدا جدا جدا، هتلاقيهم بيجيبوا منتجات مستوردة وبيبيعوها، والناس بتكون يعني متفقة عليهم ان هم سمعتهم حلوة. فبإذن الله تجيبيه وتتهني بيه بجد. وتقريبا هو سعره دلوقتي في المتوسط، الأسعار اللي موجودة أنا كنت جايباه في 2021 ب2700 جنيه تقريبا. طبعا الأسعار النهاردة تضاعفت. فأنا تقريبا آخر سعر ليه شفته 6.5. وطبعا الأسعار، طبعا الحاجات المستوردة بتتغير على حسب سعر الدولار عندنا هنا، فسعره ان شاء الله في المتوسط. هتجيبي حاجة تعمر معاكي ممتازة، شغلها حلو، ما فيهاش عيوب تقريبا. بالنسبة لي اجيب حاجة مضمونة ان هي تعيش احسن ما اجيب حاجة بضمان ما اعرفش اشتغل فيها. روني وهنزل لكم حاجات مميزة جديدة، وصفات حلوة، طبخات، معجنات، ريفيوهات، اي حاجة انا بستخدمها ان شاء الله هنزلها وتكون جايبة معايا نتيجة كويسة بإذن الله هفيدكم بيها. وأولا وأخيرا بقول إن ده مش ريفيو. مع السلامة.